واحد جاري بيقول لي في حالة غريبة بتحصل في جسمي. كل يوم الواحد صحي تعبان، متضايق، أكله متلخبط، ووزنه بيزيد أو بيقل من غير سبب. تفتكر إيه السبب؟ عشان كده قلت له يتابع حلقتنا اللي النهاردة اللي هنتكلم فيها على مدام مزاج. مدام مزاج، أو زي ما العلماء بيحبوا يسموها الغدة الدرقية، ساكنة تحت الرقبة كده، شكلها زي الفراشة، بس تأثيرها يا يملى الجسم طاقة أو يسيبه نايم على الكنبة. بتهزي؟ لا أبداً، دي بتتحكم في الطاقة، المزاج، الأكل، الوزن، النوم، التركيز، وكمان الدورة الشهرية. يعني لو مدام مزاج صحصحت زيادة، الجسم يجري كأنه في سباق، ولو نامت شوية تلاقي كل حاجة بطيئة وتقيلة. بالظبط، بس لحسن الحظ عندنا أداة سرية نكشف بيها أخبارها إذا كانت نايمة ولا شغالة بالزيادة. تحليل اسمه TSH، وده الهرمون اللي بيجي من المخ وبيقول لمدام مزاج يلا اشتغلي. فلو TSH عالي معناها هي نايمة ومش بترد، ولو TSH قليل معناها شغالة بزيادة وهو بيقول لها تهدي اللعب. يعني TSH هو مؤشر النشاط بتاع الغدة. TSH عالي، الغدة كسولة. TSH قليل، الغدة نشيطة قوي. TSH طبيعي، الغدة ماشية تمام غالباً. ليه غالباً؟ عشان في تحاليل تانية بنشوفها معاه زي T3 و T4 علشان نأكد الصورة. طيب، أنا دلوقتي رايح أحلله، آكل، أصوم، ولا أشرب شاي بالنعناع؟ ركز معايا بقى، أحسن وقت تعمله الصبح بدري من 8 ل 10 صباحاً. الأكل مش لازم صيام، بس يفضل تكون صايم أو واكل أكل خفيف. ممنوع تشرب قهوة أو شاي قبلها على طول. لو بتاخد دواء للغدة زي التروكسين ما تاخدوش قبل التحليل، استنى بعد التحليل تاخده. يعني نروح له على معدة فاضية أو خفيفة، والصبح بدري ومن غير منبهات. دكتورة نقطة، هو تحليل TSH نتيجته ثابتة لكل الناس؟ سؤال حلو يا دكتور محلول، بس الحقيقة لأ. النتيجة بتتأثر بعوامل كتير زي السن. الأطفال بيكون عندهم TSH أعلى شوية طبيعياً، يعني ال TSH اللي طالع 5 عند طفل مش زي اللي طالع 5 عند شاب. وكمان النوع بيأثر على النتيجة، فالستات أكتر عرضة لاضطرابات الغدة الدرقية، خصوصاً بعد الولادة أو مع وجود مشاكل هرمونية. لكن القيم الطبيعية نفسها غالباً واحدة، يعني الرجالة مش معفيين بيحللوا TSH، بس الستات غالباً أكتر. كمان الحمل، فالست الحامل بيكون عندها TSH أقل شوية طبيعياً، خصوصاً أول 3 شهور، وده بيبقى بسبب تأثير هرمونات الحمل. علشان كده الحمل ليه رينج خاص بيه. كمان الأدوية والأمراض، فاللي بياخد علاج للغدة أو كورتيزون أو أدوية نفسية النتيجة ممكن تختلف. وكمان مرضى الضغط أو الكبد أو السكر ممكن TSH يتلخبط عندهم شوية. يعني مفيش رقم سحري ينفع لكل الناس؟ بالظبط، علشان كده لازم الدكتور هو اللي يفسر النتيجة حسب سنك، نوعك، حالتك الصحية، الأعراض اللي عندك، وباقي التحاليل كمان. مدام مزاج لو اختلت ممكن تلخبط الجسم كله، بس المحقق TSH دايما بيرصدها وبيكشف لنا الحقيقة. وحضرتك لو حاسس إن جسمك متلخبط، حلل TSH وسلم النتيجة للدكتور مش لجوجل. لو الفيديو ده فهمك حاجة جديدة، شاركها مع حد دمه خفيف زيك، مع مامتك، أختك، أصحابك، أي حد تحس إنه محتاج يسمع الكلام ده. وسيبولنا في الكومنتات أو الرسايل أي تحليل نفسك تفهمه أو سؤال محيرك، وهنكون معاك دايما، لأننا ببساطة عيلة دمك خفيف بس حلله.